ازيكم حبايب قلبي؟ يلا بقى نعمل الترند اللي طالع جديد اللي هي شوكولاتة دبي. طالعة قلب الدنيا وعاملة قلبان كده على الفيس، وبيقول لك ان سعرها وصل ل1000 جنيه. يلا بقى نجربها ونشوف ايه هي. شوكولاتة دبي. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونسمي بسم الله. اول حاجة هي بيستخدموا فيها كنافة، يعني 100 جرام كده من الكنافة، لان هم مش بيستخدموا كمية كبيرة. انا كان عندي حتة كنافة كده في الفريزر من رمضان، فقلت يا بنت طلعيها، فخدت جزء منها كده فركتها وهي ساقعة، وفركتها مش ان انت تفركيها كويس جدا او تضربيها في الكبة عشان تبقى ناعمة. حط عليها معلقتين من السمنة البلدي او الزبدة وحطيها على النار. افضلي قلبي فيها كويس جدا لحد لما يبقى لونها ذهبي معاكي. اول ما توصل ان يبقى لونها ذهبي تشيليها من على النار وتسيبها تبرد. بجيب بقى شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه حوالي، هي دي الغامقه 200 جرام. تمام. البيضه يعني ما يجيش ربع مكعب. انا دي بس مجرد للتزيين. سخنتها على الحمام مائي وحطيت معلقه من الزيت عليها، وهبتدي اجيب بقى اي قالب بتاع شوكولاته، واحط كده خطوط عشوائيه باللون الابيض عشان خاطر ان انا ايه، اعمل فيها شكل. انا حبيت ان انا اغير كمان ما يبقاش مجرد لون ابيض، فجبت اللي هو الدست الذهبي وحطيت على شويه من الشوكولاته البيضه. ممكن تحطي كمان الوان غذائيه احمر اخضر او اي لون انت بتحبيه. فانا حطيت اللي هو الدست الذهبي وقلبت كويس جدا كده، لقيت القوام تقيل فزودت نقطه زيت بس عشان الدست كان تقل الشوكولاته معانا. وهبتدي ان انا اعمل كده بالخله بتاعتي اللي انا شغاله بيها خطوط كده هوت عشوائيه عشان تدينا منظر كده لما نيجي نخلص الشوكولات بتاعتنا. هخلص بقى كده هوت، وجبت كمان قوالب بتاعت اللي هي الكب كيك الصغيره او كب كيك، فحطيت اللي هي الورقيه دي حطيت فيها برضك ايه، زجزاج كده من الشوكولاته. هبتدي بقى اجيب الشوكولاته الغامقه بتاعتنا او شوكولاته بحليب زي ما تحبوا، اللي احنا سيحناها على حمام مائي، واحط ايه طبقه كده خفيفه مش كبيره قوي، يعني المهم ان هي تغطي لي او تكسي لي القالب بتاعي، بس مش على الاخر لان احنا هنحط ايه، طبقة الكنافة وبعديها هنحط طبقة كمان من الشوكولاتة. والقوالب دي ما بتبقاش سمكها تخين، بيبقى سمكها رفيع. هخبطها خبطتين كده اهوت عشان تبقى متساوية، ولو في حتة فاضية فهملاها واسيبها في التلاجة لحد لما تسقع معانا. هنا هعمل هي بيبقى بخليط زبدة الفستق او البيستاشيو. وهنا جبت مربى حليب. هحط بقى جزء من الكنافة على المربى الحليب. انا حطيت معلقتين من مربى الحليب او صوص الكراميل، او لو عندك لوتس، زبدة اللوتس حطي. اي نوع شوكولاتة حتى لو شوكولاتة قابلة للدهن حطي فيها. هما الاساس او بتاعها اللي هو بزبدة الفستق. حطيت معلقتين من زبدة الفستق وقلبت ايه الكنافة معاها كده، وبتبقى زي ما انتوا شايفين كده. بروح فرداها على القالب بتاعي. القوالب بتاعتي اللي انا هستخدمها بفرد طبقة كده خفيفة مش كبيرة قوي يعني ومش تخينة جدا، واروح حطها. حطيت بقى اللي هو بصوص او زبدة الفستق وكمان زبدة مربى الحليب. وهبتدي ان انا افردها كده بالراحه، نحاول ان احنا نسويها ويبقى ما يبقاش جزء تخين وجزء رفيع، لازم تبقى كلها متساويه كده، وبظهر المعلقه بسويها عشان خاطر تطلع معانا مظبوطه. هظبطها واظبط الحروف بتاعتها، وهملة كمان القوالب الصغيره اللي هي بتاعه الكب كيك كده، واسويها كويس جدا عشان تبقى السطح بتاعها املس، عشان لما اجي احط الشوكولاته فتمسك فيها. بجيب بقى الشوكولاته بتاعتي دي اللي انا مسيحاها، بحط حوالي معلقه او معلقتين كده واحاول اسويها. يعني هتحس ان هي بتقع من القالب السيليكون دوت. او لو عندك علبه تلاجة مفيش اي مشكله، يعني علبه تلاجة تحط فيها كيس من البلاستيك وتشتغلي فيها عادي جدا عشان تعرفي تطلعيها. تمام. بسويها كده واحاول ان انا اسوي الاطراف عشان الشوكولاته ما تقعش منها. بسويها كده وهي بتبقى طبقه خفيفه كده من الشوكولاته، وبحاول ان انا ايه اظبطها على ان انا اقفل بيها كل حته من الكنافه اللي باينه. يعني اي جزء من الشوكولاته اللي باين انا بحاول ان انا اظبطه، وبظهر المعلقه بظبطه. بخلص بقى الشكل بتاعي دوت والقوالب بتاعتي كلها، حتى كمان القوالب بتاعة الكب كيك الصغيرة ديت كان فايض معايا شوكولاتة اللي هي البيضة، فروحت حطاها فوق الوش لأن الشوكولاتة الغامقة أو الشوكولاتة اللي بحليب ديت كانت خلصت معايا، فكملت بالشوكولاتة البيضة. تمام. هدخلها التلاجة لحد لما تسقع معانا 10 دقايق بس لحد لما تمسك معانا. بتطلع بالشكل دوت كده بسهولة من القالب السيليكون، وبيبقى شكلها أي زيادة في الشوكولاتة في الحروف ببتدي إن أنا إيه أشيلها كده بإيديا أو ممكن بطرف السكينة عادي جدا. بصي القوالب الصغيرة دي تحفة، يعني شكلها حلو قوي قوي وجميلة جدا.
ادي الشوكولاته اللي هي شوكولاته دبي اللي قلبة الدنيا، ويقول لك يعني عامله 1000 جنيه. هي يعني ما كلفتنيش كتير ولا اي حاجه، فحاجة كده عملناها من البيت. هي يا دوبك جبتي قالب شوكولاتة ب 200 جرام، والكنافة يعني 100 جرام. وهي الأغلى حاجة هو زبدة الفستق، هي اللي بتبقى غالية بس شوية، وما استخدمتش فيها غير معلقتين. تمام. وطلعت معانا بالشكل دوت، وطعمها حلو وجميل وتستحق التجربة. جربوها هتعجبكم. انا عجبني قوي القوالب الصغيرة ديت قوي قوي، لاني بصي شكلها بيبقى حلو قوي من جوه. والطبقات اللي انا عملتها انها شوكولاته بيضه من فوق وشوكولاته غامقه، فعملت كده شكل حلو قوي وزجزاج جميل جدا. يلا بقى، لو انت لحد دلوقتي بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، وتعملي متابعه على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد،